فالمشكله الكبيره ان انت حاليا ما عندكش بديل لصلاح. انت ما تعلمنيش ازاي اجيب اجوان، قال له انت ما كنتش بتعرف تلعب اصلا. ايوه صح. انت شايف اداء مرموش ازاي الفتره الجايه، ان هو بيدي الفودن يقوم مسلم منيز يرفع. صلاح حاليا افضل لعيب في العالم. صفقات الاهلي ايه رايك فيها؟ انت فاهم اللي هم بيقولوا اصلا هم كلهم اجانب. قال له لا، قال له يبقى الناس دي كلها بتتفق كده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا كوره كاست، البرنامج الامتع الاعظم الاروع على الاطلاق، او نتمنى يكون كده يوم من الايام. ودلوقتي معقوله فقرات البرنامج، وهي احنا المفروض نكون نسلم على بعض، يعني ماشي ما سلمناش على بعض. كابتن شورى عامل ايه حبيبي؟ والنهارده معانا كابتن شورى صديق واخ عزيز، وكان زميل ملعب زمان اللي ما يعرفوش طبعا يعني ومن الناس المهاريه جدا يا جدعان، الناس المهاريه جدا. واللي ما يعرفوش عن كابتن شورى ان هو كان احسن جون في بنها. حبيبي دي معلومه في غايبه عن ناس كتير، انا عارف. اللي ما يعرفوش في ناس بتتفاجئ بيها لغايه دلوقتي كمان، انه كابتن شورى ده كان من السهل جدا يعشمك ان انت تجيب احسن جون في الدنيا وتلاقي الكرة في ايده. بتكلمكم بجد والله. يعني كابتن شورى بجد كان بيلعب معايا في الفرقه حبيبي. بس كان بيعقد ناس كتيره جدا. ربنا يكرمك. كابتن شورى صاحب اكاديميه سكاي سبورت في بنها، وان شاء الله يكون في مصر كلها ان شاء الله الفتره الجايه. عامل ايه يا كابتن شورى؟ الحمد لله كله تمام إيه؟ والله الحمد لله، وسعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده ومع فريق العمل كله. الله يخليك. وانت عارف يعني انت اخ غالي جدا وبعتز بيك جدا، وكانت فرصه جميله ان احنا نتقابل بعد سنين كتير. والله انا شفتك اصلا طالع في التلفزيون، قلت لا ما ينفعش. حبيبي ليا الشرف والله. لا وانا اتشرف من قبل التلفزيون ان انا اكون معاك كمان. حبيبي يا كابتن شورى. حبيبي ايه الاخبار؟ الحلقه دي بتتكلم بقى، الفقره دي في البرنامج بنتكلم عن الفانتزي واخبار الفانتزي، وبنتكلم في خوازيق الفانتزي الكتيره اللي احنا بنعيشها. عملت ايه الجوله اللي فاتت؟ والله انا بصفه عامه اصلا الفانتزي دايما بتعشمني جدا، وبعد كده تقريبا في اخر 10 جولات او 15 جوله بهملها تماما وبتابعهاش عشان الكلام اللي بيحصل ده. لا انا الفتره اللي فاتت، يعني مش الجوله دي اللي فاتت، دي اللي قبليها انا كنت جايب 41 بوينت والكلام ده كله، فانهارت. فحبيت اتفزلك بقى وجبت بقى ناس بقى ديفرنشال، برضو انهارت برضو، بس الحمد لله انا جايب 75% 75 بوينت، ومفعل اسيست مانجر، جايب سلوت مديني 10. بس طبعا بيديك في المجموع كامل. ايوه لا انا ما اعتمدتش على حد من المديرين الفنيين، بس زي ما انت بتقول كده هي اللعبه ملهاش معايير ومقاييس. يعني انت اوقات بتلاقي لعيب جامد جدا ومكسر الدنيا، مجرد ما انت تشتريه بتحس ان هو مثلا جاله رباط صليبي او ان هو مثلا مستواه نزل. مين اللعيبه اللي عملت معاك كده؟ لا لعيبه كتير يعني، مثلا الجوله الاخيره كان جفارديول. جفارديول كان مميز، وخصوصا الموسم ده او اخر الموسم اللي فات ان هو بقى يسجل اهداف كتير، خصوصا من الضربات الثابته، الضربات الركنيه والكلام ده كان بيطلع يشتغل فيه كويس. كان بيعمل اسيستات لان برضو جوارديولا كان بيستخدمه في قلب الملعب كتير، فكان بيبدا يعمل اسيستات، يبدا يعمل تصويبات من بره المنطقه، يجيب اهداف كتير. طبعا فريق خسر 5-1 الماتش اللي فات، ده اتداس على وشه. كان بنتكلم في الكره العالميه يعني على موضوع الخساره 5-1 دي واسبابها. بس انت كفانتزي انت شايف مين اللي يتجاب الجوله الجايه؟ مين اللي يتجاب الجوله الجايه؟ طبعا ما في لعيبه طبعا ما فيش جدال عليها، زي صلاح، زي بالمر، زي كريس وود، زي سيمينيو. على فكره لعيب ناس كتير مش واخده بالها منه. انا بتكلم عن دول، سيبك بقى من اللي هم مشهورين قوي اللي هم صلاح وبالمر ووود وايزاك والناس اللي هي مضمونه دي. لا الناس الديفرنشال، الناس اللي هي مختلفه ومش عند كل الناس. تمام. زي مين يعني؟ مثلا ناس كتيره انا عايز اقول لك في الهاتريك بتاع كلويفرت، الاقي ناس جايبه كلويفرت، جايباه ازاي؟ ده الديفرنشال فعلا يا جدعان، مختلف فعلا. ده اللي فعلا بيعلي الفرقه، ده اللي فعلا بيعلي التيم. انت شايف مين الفتره الجايه اللي يتجاب وسعره رخيص؟ تمام. ومش كل الناس جايباه. طيب اللي جه على بالي دلوقتي مثلا في سيمينيو الجناح بتاع بورنيموث، في المانينداي بتاع ايفرتون، لعيب ده متطور جدا، ولعيب انا من ايام ما هو كان في مارسيليا وفي الدوري الفرنسي انا متوقع ان هو كمان يوصل ابعد من كده ان شاء الله. بس الواد ده فعلا جامد، وكذا حد واحنا بنتكلم مع الشباب كان بيقول لك انداي فعلا الواد ده بيعدي مثلا الماتش اللي بعديه يجيب جون وهكذا. لعيب مؤثر جدا. وفي دايما انا بنصح الناس وهي بتختار
في لعيبه دايما بتتصنف ان هي مدافعين وبتلعب باكات، لكنها بتلاقيها عندها اسيستات كتير او عندها اهداف كتير. زي مين؟ زي لوكاس دين استون فيلا، من اللعيبه المميزه. ايات نوري لعيب وولفرهامبتون. زي مين تاني؟ انا اعرف ناس مش عايزين نجيب اسمائهم. سعيد جاب ايات نوري اداله -2 واتطرد لا هو كان عندي المره اللي فاتت، الجوله اللي فاتت بس كان بره، كان قاعد بره، وانا كنت متوقع طبعا الماتش صعب مع استون فيلا. فقلت ان هو برضو استون فيلا ليه الافضليه. هو جاب 7 نقط، وكان في لعيبه في الملعب طبعا زي فارديول وسيمانيو، لعيب مين تاني كان كل ده نقطتين تقريبا. عماد ديالو لعيب يونايتد للاسف. عماد ديالو ده عمل معايا فقره بنت لذينه، بس يلا نعديها له مش مشكله. بس انا مش عارف هو احمد ديالو ولا عماد ديالو، لان هو بي سبورت بيقول احمد ديالو، ما بيقولوا امد. يعني اللي هو ايه، اكن واحد عايز ينطق الكلمه فبيقول ايه بدل احمد، هو مش عارف ينطقها كويس فامد. لا انا سمعت ان اسمه عماد ديالو، وكان ديالو ديت ليها اسم اصلا عربي بس ما اعرفش ايه يعني. تمام في العموم. فانت دلوقتي انت بتقول سيمينيو، مين تاني اللي هو ممكن يتجاب؟ سيمينيو، لوكاس دين، ايات نوري، الماننداي لعيب انتظروا يا جماعه. يعني على الاقل هو السنه دي ممكن يكون بيتعرف اكتر على الدوري، لكن السنين الجايه اعتقد كمان هيروح في مكان تاني مختلف. يعني انا شايف ان هو هامش التطور بتاعه كبير جدا. لا هو واد فظيع الصراحه يعني. الخط السير بتاعه لغايه دلوقتي بيقولوا ان هو هيروح في حته كويسه. انا كنت بقول بقى على جيبس وايت. الواد ده جامد جدا وبيأدي اداء فظيع في نوتنجهام. وقلت عليه الحلقه اللي فاتت وجاب نقطه، جاب جون الماتش اللي فات كويس. فالواد ده فظيع جدا. وإيلانجا عامل شغل ممتاز. في لعيبه برضو مش معروفه بس الفرق بتاعتها مش مساعداها شويه، زي ديلاب الواد ده جامد جدا. إبسويتش تاون. والمهاجم اللي جنبه رقم 20 انا مش متذكر الاسم دلوقتي، بس من اللعيبه المميزه جدا. وقبل ما انسى، في برضو من اللعيبه اللي الفرق بتاعتها مش مساعداها في ساوثهامبتون جون أريبو حلو ممتاز. جون أريبو بادئ الموسم اصلا ما بيلعبش، مش عارف كان في لعيب اتصاب في ماتش ليفربول تقريبا. جون أريبو نزل حاجه الواد ممتازه جدا، بس برضو هو سنه كبير شويه، لكن يبقى ان هو لعيب مؤثر، بس الفرقه مش مساعداه. ده حقيقي. وبكده احنا قلنا، انت قلت ايات نوري، سيمينيو لوكاس دين جون أريبو والماننداي. انا بقول جيبس وايت وإيلانجا ومعاك فنداي. الناس دي فعلا يا جدعان هي دي الديفرنشال اللي ممكن ايه تعمل فرق مع الفريق اللي انت عامله. وبكده نكون خلصنا الفقره الاولى بتاعتنا، وقلنا احنا عملنا ايه الجوله اللي فاتت والخوازيق اللي خدناها واللعيبه اللي ممكن نشتريها الفتره اللي جايه وممكن تساعدنا في ايه في التيم وتكون ديفرنشال. ونخش على الفقره الثانيه بتاعتنا، وهي وبعد ما خلصنا كلام عن الفانتزي هنخش على الكره العالميه. ايه رايك في هزيمه السيتي يا كابتن شور؟ هزيمه مرعبه. ده انا الصراحه ما كنتش متخيل الموضوع ده خالص. حتى وانا بكلمك اصلا في التليفون ساعتها كان في جوان بتخش بالظبط. واحنا بنتكلم واحنا بنتكلم في التليفون كان في جوان بتخش حصل. لا ده هزيمه فظيعه، هزيمه كارثيه. طيب يعني انت شايف سبب الهزيمه دي ايه وايه اخبار جوارديولا الفتره الجايه؟ يعني جوارديولا ماتش يفوز وماتش بيتهد وحاله ما يسرش خالص. حتى الناس لما قالوا لما جاب مرموش هيعدل الميله والدنيا تمام والكلام ده كله، بعد فوقانهم على تشيلسي والكلام ده كله قلنا خلاص ايه الدنيا ايه اتعدلت، بس الدنيا ايه دروب بعديها على طول. تمام. هو طبعا الرصيد اللي عمله جوارديولا السنين اللي فاتت ماشي هيشفع له في ان الفريق السنه دي هيعتبر موسم للنسيان. بمعنى الكلمه، مش مجرد كلام استهلاك او زي ما بنسمع دايما. المقوله دي دايما بتتقال انه موسم للنسيان سواء بقى اي فريق بينزل مستواه، لكن دي حقيقه ان الفرقه خلاص اصبح عندها دلوقتي لزاما على جوارديولا ان هو يبدا يجدد الفرقه ويبدا زي ما بيقولوا بالبلدي تغيير جلد الفريق. ايوه اللعيبه الكبيره اللي بدات خلاص ان هي في لعيبه بدات تمشي من الفريق، في لعيبه سنها كبر، في لعيبه المفروض ان هي مستواها برضو قل نظرا لحاله الفرقه العامه الموجوده. فطبيعي ان اول الخطوات اللي بدا يشتغل عليها جوارديولا ان هو يبدا يتعاقد مع صفقات سنها صغير علشان يبدا يدخلهم في اجواء الفريق علشان يمهد للموسم اللي جاي. هو السنه دي بصفه عامه هو خلاص الموسم ده بالنسبه له مش محتاج منه غير ان هو يبدا يدخل العناصر الجديده دي جوه الفرقه. فده طبيعي ان هو هياخد وقت منه،
وطبيعي ان هتلاقي مفيش استقرار في النتائج، هتلاقي اوقات النتائج كويسه، النتائج هتطلع، النتائج هتنزل. لكن هو الاضافه اللي حصلت في الفتره الاخيره كانت هي بس هي طبعا مفاجاه الهزيمه من ارسنال دي غير متوقعه، لكن كارثيه. البشائر اللي احنا شفناها ان بدات الدكه تتقل تاني شويه. بدات يعني انت لو تاخد بالك قبل مرموش وقبل خوسانوف وروياس ولسه جاي ويليامز برضو في من يومين تقريبا. ايوه. لما كنت تيجي تبص للدكه مش هتلاقي حد خالص موجود، هتلاقي تقريبا الاكاديميه هي اللي طالعه موجوده على الدكه. انا شفت اداؤهم الماتش اللي فات، كميه مس باص فظيعه. تمام. كميه مس باص فظيعه، يعني انا ما تخيلتش كده خالص. ده هم كان اساس اللعب جوارديولا الباص. طب انت ما لاحظتش حاجه في اداء السيتي مستغربه او ما كانتش طبيعيه في اللي احنا متعودين عليها او بنشوفها على طول؟ انا لاحظته حاجه جديده كده مختلفه. انا اقول لك حاجه سلبيه يعني مش ايجابيه، اللي هم مس باص كتير قوي. ان هم بيلعبوا على الرفع، ودي حاجه جديده بالنسبه لي. اشتغل عرضيات بس ان هو بيدي الفودن يقوم مسلم منيز يرفع. تمام. ده الماتش اللي فات كان عباره عن ده بس، ما عندوش حلول تانية. ده لما كان السيتي يكون معاه الكوره. لكن انا الملاحظه السلبيه اللي انا شفتها وكنت مستغربها جدا، انا اول مره من فترات كبيره جدا اشوف السيتي تحت الكوره لفتره كبيره قوي. يعني السيتي على غير المعتاد، فريق اللي بيعمل ضغط عالي، فريق بيدافع، فريق واقف في نص ملعبه بيسايب الاستحواذ لارسنال بشكل كبير جدا وعمال يتفرج على الكوره. ولما بيجي يطلع بالكوره ما عندوش الحلول الكتير، مش قادر يشتغل. تحس ان هو فريق لسه بادئ يتعلم ازاي يبدا الهجمه من تحت ويبدا يشتغل. لعيبه كتير بره المستوى، لعيبه كتير جداً. مش في حالتها. انت عارف اللي كان بره المستوى قوي بالنسبه لي كان فودن، مع انه هو اللي عمل اسيست لهالاند، بس كان بيعمل كميه باص وفي باصات جت بجوان. لا وغير اخطاء الخط الخلفي سواء المدافعين او لعيبه نص الملعب اللي هي فعلا على الاقل جونين من الخمسه بسببهم. بالظبط. كره مقطوعه هوب مرتده جون، كره مقطوعه هوب مرتده جونين حصل جونين. بالشكل ده. ايوه. فده كان بالنسبه لي ده اللي مستغربه الصراحه، ان هم مش عارفين يطلعوا بالكوره. هل ده مثلا مش عارف سوء اداء من اللعيبه مش في المود نفسيا بدنيا، او الارسنال ضغط عليهم؟ انا ما اعرفش، بس فعلا ما كانوش عارفين يطلعوا بالكره خالص. وجونين زي ما انت بتقول بالظبط، قطع من خط النص. بعد كده ايه؟ هو ارسنال ما كانش هيجي له فرصه تانية يعمل الحاجه دي، يعمل حاجه زي كده. وكلنا ما كناش متوقعين النتيجه برضه خالص. مهما كان ممكن نتوقع ان في الفتره دي ان ارسنال طبعا فايق اكتر من السيتي، فطبيعي جدا ان هو يكسب، لكن مش بالشكل ده او بالنتيجه الكبيره. هزيمه كارثيه الصراحه. بالظبط. طيب بالنسبه لاداء مرموش، انت شايف اداء مرموش ازاي الفتره الجايه؟ هقول لك عن فكرتي عن مرموش، وانت ايه قول لي رايك برضه. تمام. انا بالنسبه لي مرموش لعيب كويس جدا، ولعيب عنده المينتاليتي اللي تخليه يتاقلم مع اي فريق، والمينتاليتي اللي هي مش موجوده في مصر كتير كويس. زيه زي صلاح او ايا كان. بس مشكلتي مع مرموش ان هو ما بيتحركش صح، او بيستخبى ورا المدافعين وما بيجريش من وراهم او بيقطع من وراهم والكلام ده كله. كذا مره الماتش اللي فات واللي قبليه، ان هو لما سافينيو او ايا كان معاه الكوره بيستخبى ورا المدافع، ما بيفتحش في الحتت الفاضيه. تمام. دي كانت مشكلتي مع مرموش. مش عارف بقى هل ده قله خبره منه او لسه بيتعود على التيم او ايه دنيته، انا ما اعرفش. انا طبعا مش هحكم على مرموش، انا بتكلم بصفه شخصيه. تمام. انت شايف الدنيا مع مرموش رايحه فين الفتره الجايه؟ انا شايفه لعيب كويس وان شاء الله ربنا يوفقه، بس انا بتكلم على الاخطاء اللي انا شفتها او الحاجات اللي انا شفتها في الملعب. طيب انا هرجع لك لنقطه هو بيستخبى ورا المدافعين دي وفكرني بيها. بس احنا هنتكلم الاول على سببين هيخلوا مرموش ياخد وقت شويه عمال ما يدخل جوه الفرقه. ايه هم السببين؟ اول حاجه حاله الفريق. حاله الفريق زي ما انت شايف مش افضل حاجه. تحس ان زي ما بنقول في لعيبه كتير مش في التوب فورم بتاعها بالزبط. مش في المستوى العالي، فحاله الفرقه كلها مش مساعده ان هو يتألق. رقم 2 هو يعتبر كان جاي من فريق بيعتمد بشكل اكبر على التحولات وعلى اللعب المباشر السريع اكتر، فهو كان بيحتاج دايما من الفرقه اللي بيلعب معاها ان هو بيعرف يتحرك كويس جدا، بيعرف يفضي مساحات لنفسه، بيعرف يتحرك حتى في المساحات الصغيره. ده اللي انا بس بشرط انه تتحط له الكوره المباشره اللي يقدر يروح من خلالها مباشر للجول او ان هو يصنع فرصه خطيره بالزبط. لكن مع السيتي طبعا انت عارف جوارديولا ملك الاستحواذ في العالم، ملك الشورت باص كتير جدا،
فبيحتاج ان دايما ان الفريق يجمع لعب كتير، ما بيزهقش، بيعمل تمريرات كتير جدا. فده هيرجعنا للنقطه اللي انت بتتكلم فيها بقى، اللي احنا عايزين نفتكرها، اللي هي حته ليه هو بنحس ان هو بيستخبى ورا المدافعين. هو قد يكون في الستايل بتاع لعب السيتي ان مرموش مطلوب منه انه يتواجد في منطقه من الملعب يعمل فيها حاجه اسمها ايه، تثبيت للمدافعين اللي حواليه. هو مش شرط ان هو ياخد الكوره، بس شرط ان انا بتواجد في المساحات دي عشان اثبت معايا واخد عين الناس دي في المنطقه دي، وبالتالي يفضي لي مساحه تانية خالص اقدر اشتغل فيها. دي الفكره دي. لو تاخد بالك الماتش اللي هو كان مع تشيلسي تقريبا معظم اللعب كان من جهه الشمال. كان جوارديولا بيعتمد ان هو يعمل حاجه اسمها تراكم وزياده عدديه في منطقه المنطقه اللي هي في ناحيه الشمال دي، ويقعد يجمع لعب، وفجاه بيلعب الكوره في ظهر المدافعين للعيب جاي من نص الملعب. ويمكن دي سجل منها السيتي الهدف بتاع هالاند، اللي هو كان مين اللي جاب الجون الاول؟ مش هالاند، هقول لك كان مين اللي جه من ظهر المدافعين في المساحه الفاضيه واشتغل؟ كان جوفارديول. لا مش جوفارديول، حد من نص الملعب. انا حتى مش جاي في بالي قوي، بس زي ما بقول لك احنا بس عشان نركز على الفكره. انا كنت بتفرج على الماتش وشفت الجون، بس انا مش فاكر مين هو ايا كان. انا بس بكلمك على الفكره اللي اتعملت. اللي اتعملت زي ما بقول لك، في وقت من الاوقات بيبقى مطلوب من اللعيب ان هو يتحرك في المساحات او في ما بين خط الوسط وخط الهجوم، خط الدفاع قصدي، عشان يثبت اللعيبه اللي موجوده في المنطقه دي. لكن هو تحركاته دي بتخدم لعيبه تانية خالص. انا فاهم، بس انا شايف برضو ان الماتش ده كان محتاج حلول فرديه. خلاص انت رحت في داهيه، لازم يكون في حل فردي. وعيب بقى جوارديولا حاجه واحده، انه لو حد فكر يغير الخطه بتاعته او اللي هو راسمه له بيتحط في البلاك ليست عند جوارديولا. وعلى فكره ده باين على اداء مرموش جدا. وباين في ماتش تشيلسي في الشوط الثاني، لو تاخد بالك في اوقات كان ما بيعملش الزياده المطلوبه، والهجمه في الثلث الاخير كنت بتلاقيه هو واقف في نص الملعب. ما دي مشكله، وانا كنت مستغرب جدا هو ازاي ما بيكملش مع الهجمه في الثلث الاخير. دي مشكله جوارديولا الابديه والازليه، ان هو بيدمر لعيبه كبيره نجوم بسبب ان هو نفذ اللي انا بقول لك عليه، بس ما تجودش. بالظبط. ولما بيجود بيتحط في بلاك ليست. بالظبط. بس احنا برضو يعني ايه، لان الناس اللي بتسمعنا دلوقتي لما هتسمع ان احنا بنقول جوارديولا بيدمر اللعيبه، لا، هو جوارديولا ايه اللي ميزه اصلا على ما هو ده بيخلي ده فكر اداري، مرجعيه ومدرسه للناس كلها. ده فكر اداري يا باشا. انت تعمل الخطه بتاعتي وانا المسؤول ايه عن النتيجه. تمام. مالكش دعوه اللي انت عامله، وده فكر اداري صح. انا ما اعترضش عليه. أيوه. بس فعلا بيدمر لعيبه مهاريه جدا بسبب حاجات زي كده. ايتو عمل معاه الحركه دي. لا، هو نقطه ايتو والناس دي ممكن انا تديني كده فرصه. طب انا هقول لك بس ايتو، يايا توريه، رياض محرز. رياض محرز كان بيشتموا علنيا. أيوه. اول ما بيرقص لسه بيعمل فنت ولا اتنين وعشان يخش جوه، وبيبقى يعني فنت ايجابي. مش هو اللي انا بقول لك عليه بس. اعمل اللي انا بقول لك عليه، نفذ لي اللي في دماغي. الوحيد اللي كان بيسيبه يتحرك زي ما انت عايز، واي حد هيسيبه يتحرك زي ما هو عايز، هو ميسي. طبعا ميسي. ده هو ميسي، مفيش جدال يعني. مفيش. وهو قال كده. أيوه. يعني طلع علنيا قال لك العب. أيوه. خش العب، ما تعمليش حاجه اللي انت تلعب بس. يعني تقصد تقول ان هو برضو ما بيحبش نوعيه اللعيبه اللي عندها شخصيه قويه خالص، زي ايتو. يعني انا فاكر اصلا انا في طار بيني وبين جوارديولا مع موضوع ايتو ده. يعني ايتو كان في الموسم اللي مشي فيه كان هو هداف الدوري الاسباني، كان جايب 31 جون، وتقريبا في البطولات كلها كان واصل 50 جون. ايوه يا باشا، هو لعيب بالقيمه دي والشكل ده والحجم ده. وايتو ده انا بصنفه ان هو افضل مهاجم في تاريخ افريقيا يعني جدا، وان ما كانش من احسن 5 مهاجمين في تاريخ الكوره في العالم يعني. معاك. هنقول من احسن 10 عشان في ناس هتدخل لنا مهاجمين كتير. ايتو حاجه لا حاجه كبيره جدا فعلا يعني. فخر الافريقيا يعني. كان من اللعيبه اللي ليها حلول هجوميه فظيعه. هو سترايكر مرعب. هو مجرم. مش عايز اقول هو ايتو جوه ال 18 الكره بتجيله جون. هي بقى بص، في 5 لعيبه حواليه، في 3 لعيبه حواليه، ايا كان الموقف ده كان اساس هيجيب جون. ده كان اساس الخناقه يعني. مش عارف الناس سمعتها ولا لا. كان ايتو طلع يتكلم عليها، كان اساس الخناقه ما بينه وبين جوارديولا. كان جوارديولا بيعلم ايتو ازاي تجيب جون. انت مش عارف الخناقه دي ولا لا؟ بس هو ايتو هو اللي قال الكلام ده. ايتو اللي قال الكلام ده. بقى هو ممكن يكون برضو بيجود شويه. ما هو ليه؟ عشان فيه طبعا لكن هو حصل ان هو زقه
حصل ان هو كان في الفتره اللي فيها الخلافات الكبيره دي في تدريب من التدريبات زقه فعلا يعني وعمل معاه مشكله. هو ايتو ماشي، اقول لك ان هو شخصيته قويه، بس ما اظنش ان هو يطلع على التلفزيون يكذب. يعني هو كان بيشاهد اصلا لعيبه، ايوه كان بيشاهد بيقول لك اسال هنري واسال مش عارف ايه واسال كذا واسال كذا، ده يبقى كده تمام. يعني كان بيقول لك كده، يعني كان بيقولها علنيا. ايوه كان بيقول لك فرد عليه برضو ايتو شخصيته قويه جدا. بيقول له انت ما تعلمنيش ازاي اجيب اجوان، قال له انت ما كنتش بتعرف تلعب اصلا. ايوه صح، انا فاكر انا الكلام ده كان بيقول فعلا له صح. انت ما كنتش بتعرف، قال له انت كنت ضعيف اصلا في اللعب. أيوه. انت ما كنتش بتعرف تلعب. قال له حقيقي. ما تعلمنيش اجيب جوان، انت قول لي مركزي فين وهعمل ايه وانا انت اجيب طالب الاجوان. مني ايه بس؟ قول لي انت التحركات طالب بتاعتي ايه تحركاتي بالظبط؟ واعمل ايه وانا اجيب الاجوان، ما تقوليش ازاي تجيب اجوان. حصل. بس هي دي النقطه. ويا توريه نفس الكلام، بس على فكره بس يا توريه ظلم نفسه. يا توريه انا يعني هو مشيت حظ وحش، حظ من وحش. برشلونه بسبب جوارديولا. راح لما هو سيتي جاله جوارديولا امشي ما كنتش اقعد. انا ما اعرفش توريه كان عنده امل في ايه ان مثلا جوارديولا هيغير فكرته عنه. ده هو مشاك من الدريم تيم او الفريق العظيم جدا بتاع برشلونه. انت مستني اما كان هيجي لك السيتي هيعمل معاك ايه؟ مثلا هو فاكر ان احنا مثلا ايه يعني هي دي مشكله اصحاب مع بعض، فهيقول لك طب ما تزعلش بقى انا هراضيك بقى. لا هو مش هيراضيك ولا حاجه. دي مشكله جوارديولا الازليه، ان هو اعمل اللي في دماغي، ما تجودش، انت لعيب مهاري اعمل اللي انا بقول لك عليه. بس فدي مشكله، عشان بس ما نطولش نرجع لليفربول وحوارات ليفربول. طبعا مش هنتكلم على اداء صلاح اللي فات والجول الرهيب اللي جابه لانه عمله قبل كده، بس هنتكلم على ان عنده 3 لعيبه هيمشوا من الفريق. صلاح اولهم، فان دايك، وارنولد. عنده 3 لعيبه ما حددش موقفهم لغايه دلوقتي. لا صلاح عارف موقفه ايه، ولا فان دايك عارف موقفه ايه، ولا ارنولد عارف موقفه ايه. والثلاثه نجوم والثلاثه اساسيين في الفرقه. هل هيعرف يكمل في الدوري لو الثلاثه دول مشيوا؟ وهل انت شايف ان هو هيعرف يوفق ما بين دوري الابطال بما انه الاول او الفرقه الاولى دلوقتي دوري الابطال والدوري؟ انت شايف ايه الفتره الجايه، وهل هيجدد لصلاح وهيخضعوا لقرار صلاح ولا لا؟ طيب انا ممكن يكون ليا راي مختلف. المشكله مش كبيره قوي. طيب المشكله مش كبيره، ممكن الناس تستغرب ليه مش مشكله مش كبيره. اولا ارنولد عنده البديل الموجود بداله. برادلي لعيب مميز جدا، لعيب واعد جدا، لعيب متطور، لعيب يقدر يملى الفراغ بتاع ارنولد. ماشي. وان كان حتى ارنولد الفتره الحاليه مش مركز، انا معاك، واخطائه كتير. برادلي بينزل لا عنده الشخصيه، لعيب ما تحسش ابدا ان هو سنه صغير. دفاعيا قوي، هجوميا قوي. زي ما بقول لك عنده الشخصيه. طالما اللعيب عنده الشخصيه خد منه اللي انت عايزه. لعيب ممكن يكون كويس جدا بس ما عندوش الشخصيه مش هتلاقي منه مردود. بالنسبه لفان دايك اعتقد برضو ما عندكش الا كوينسا. عندك كوناتي طبعا، عندك كوينسا، بس طبعا كوينسا لسه برضو بدري عليه. جوميز واللعيبه البديله مش احسن حاجه. مش شايف ان في حد ممكن يعوض فان دايك خالص صراحه. اتفق معاك، بس المشكله دي مش هتظهر دلوقتي، هتظهر مع في نهايه الموسم الجاي. طيب المشكله الاكبر هي مش تحيز ابدا لصلاح، ومش عشان احنا مصريين اكيد طبعا، لكن صلاح حاليا افضل لعيب في العالم. صلاح بلا جدال ولا نقاش ولا تحيز ولا عنصريه ولا اي حاجه. صلاح لازم نديله حقه شويه. احسن لعيب في العالم في الفتره الحاليه، مفيش حد يقرب منه. هنقول استثناءات، بس الاستثناءات لو اتكلمنا مثلا على سبيل المثال على رافينيا لسه السنه دي تعتبر اول سنه ليه في التألق. رافينيا السنه نهايه الموسم كان الجماهير والاداره والناس كلها بتدور له على عرض اصلا عشان يمشي. فهو انفجر الموسم ده، لكن ما نقدرش ناخد معيار الموسم ده لان الاستمراريه هي الاساس وهي المعيار الكبير. فالمشكله الكبيره ان انت حاليا ما عندكش بديل لصلاح، هي دي اكبر مشاكلك. والموضوع من طرفين. طرف صلاح انا اتمنى ان هو يكمل في ليفربول، لاني لسه عنده ارقام سهله جدا ان هو يقدر يحطمها ويقدر يوصل في ترتيب هدافين تاريخيين للدوري الانجليزي رقم 2. دي ينفع. هو بينه وبين هاري كين كام جون؟ 35 جون. 35 دول يعني موسم او الموسم الجاي، موسمين. الموسم ده والموسم اللي جاي يقدر يوصل للرقم ده. بس رقم كبير جدا. بس ألان يعني شايف ان رقم ألان شيرر صعب. لكن برضو دي هتضيف له في ايه؟ هتضيف له في المنافسه على جائزه احسن لعيب في العالم. ده حقيقي. لان انت النهارده لو جالك عرض من السعوديه ومشيت في شهر 6 انت لسه هيبقى معاك ال3 شهور دول برضو هيفرقوا معاك. صحيح بيبقى فيه توقفات والكلام ده، بس هتبعد عن دوري الابطال. انا سمعت ان بيقول لك صحيفه اس الاسبانيه كانت بتتكلم، بيقول لك المدربين بتوع اوروبا بيقول لك مش هنسيب صلاح يروح الدوري السعودي.
ايوه احنا مش هنسيبه، هو بس يقول ان انا محتاج عروض بره او يفتح الخط، هتلاقي انديه اوروبا كلها بتتهافت عليه. في كلام طبعا عن باريس، في باريس. كلام عن وانت مغمض هتلاقي اي فريق في العالم بيتمنى محمد صلاح معاه. إيه انت شايف ان في ناس كانت بتتكلم ان هو هيرجع تشيلسي؟ ينفع يرجع تشيلسي؟ لا انا ما اتمناش طبعا الخطوه دي خالص، اه. يعني انا اعتبر ان هو عارف انت لما بتعمل مسيره حلوه قوي، او مم. نقول برضو نقرب الفكره للناس، تورته كويسه جدا اه. وترش عليها ملح او تحط عليها تراب، بص، فانت هتدمر كل اللي انت عملته. انا عايز اقول لك على حاجه، صلاح ممكن يوافق على ده، مش عارف انا اتكلمت مع سعيد على الموضوع ده ولا لا. مم. صلاح ممكن يوافق على ده عشان عايز يكسر الارقام اللي هو عايز يكسرها، مش عايز يطلع من استثناء يعني مش عايز يطلع من الدوري بس الانجليزي. تشيلسي مش هيساعده. ليه؟ بالعكس والله. لا يعني عندك مثلا، انا لسه كنت بتكلم المره اللي فاتت حتى محمود سامي، كان مديوك اللي بيلعب ستايل لعب تشيلسي يختلف عن ستايل لعب ليفربول، مختلفين تماما. وفي نفس الوقت تشيلسي بيعتمد اكتر على اللعيبه الشباب الصغيره، بيبني فرقه جديده، فبيحاول ان هو ما يدخلش حد كبير على المنظومه دي. طبعا صلاح ما فيش كلام ان هو يضيف لاي حد، اكيد لكن طبعا. انا اعتقد ان الستايل هنا غير الستايل هنا، مش هيبقى فيه نفس المساعده. وان انت خصوصا ان انت ليفربول انت اتعودت على الفريق بقالك 7 8 سنين، الاجواء مش غريبه عليك، الجماهير اه. كلها بتدعمك وبتحبك، فده هيسهل عليك حاجات كتير من اللي انت عايز تعملها. طيب بالنسبه لماتش، نرجع بقى نطلع من ليفربول ونخش على الدوري الاسباني تمام وابطال اوروبا في نفس الوقت. ماتش ريال مدريد والسيتي، انت تمام شايفه هيروح فين؟ وخصوصا ان قبل القرعه بيوم ولا يومين انشيلوتي قال لك انا ما بحبش العب السيتي. تمام. طيب عشان برضو وقتنا، بس لازم اشيد جدا بالنظام الجديد لدوري ابطال اوروبا. اه. نظام فوق الممتاز، كلنا الاول كنا معترضين ومش فاهمين ده وايه المعجنه وايه ده لغايه العك ده. دلوقتي ناس كتيره معترضه على لا الموضوع. نظام انا شايفه ان هو عمل تنافسيه كبيره جدا، زود الاثاره والمنافسه، وما بقاش الفرق الكبيره ضامنه مكانها لاخر لحظه. طمع الفرق الصغيره ان هي بتلعب نظام دوري، فعندها طول الوقت بدل الفرصه 2 و3 و4 و5 لغايه 8 فرص. نرجع بقى بسرعه للريال والسيتي. شايف ان الفرقتين بيقدموا مستويات مش افضل حاجه في الوقت ده. ده حقيقي. بالنسبه لي انا لا، المباراه متكافئه جدا، ما تقدرش تقول في افضليه للفريق عن التاني. يعني انا في الاول لما كنت بتسال قبل ماتش ارسنال عن الماتش بتاع الريال والسيتي، كنت مرشح السيتي ان هو ليه الافضليه وان هو اللي يقدر يعدي الماتش ده. بالهزيمه الاخيره دي لا، الشك دخل عندي بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت الريال ما بيقدمش افضل فتراته ومستوياته، لكن الريال في الابطال لا ابريل في ابطال بيتحول، بيقلب خالص. بيبقى فريق مختلف تماما. لعبة انشيلوتي. حتى لو بيلعب بالفريق الفريق الاكاديميه، فريق الشاب. لا هو حتته دي يا باشا. وبكده نكون خلصنا كلام في الكرة العالمية، ونخش على فقرتنا التانية وهي فقرة هنبدأ فقرتنا والكلام على الكرة المحلية. ايه رأيك يا كابتن شورى في الصفقات الجديدة بتاعت الاهلي وصفقات الزمالك برضو؟ لان الزمالك سمعت ان هو عمل 3 صفقات كده محلية، وبيسعى لصفقة جديدة في خلال الفترة الجاية هنتكلم عليها دلوقتي. صفقات الاهلي ايه رأيك فيها؟ لا طبعا الاهلي رغم ان هو اتاخر في بدايه فتره الانتقالات فتره كبيره. اتأخر جدا. وعلى فكرة انا حاسس ان الإدارة رضخت لصرخات الجماهير. ما هو الموضوع ليه شقين، برضو مش هنطول قوي، هنقول بصفه مختصره. الموضوع ليه شقين. الشق الاول ان كولر كان طول الوقت هو اللي بيضغط وبيقول انا ما عنديش لعيبه وانا عندي السكواد بتاعي ناقص وفي مشاكل عندي. فبدا الجماهير تقلب على الاداره، وبعد ما الجماهير قلبت على الاداره بدات الاداره تصدر كولر للجماهير. فبدات الفترات الاخيره الناس تتكلم على كولر بشكل مش كويس. ودي اول مره اشوف الاهلي يعني مهزوز بالطريقه دي قدام الجماهير. ما هي زي ما بقول لك، هي حاجه غريبه جدا، لاني مفروض الفريق الكبير ما يوصلش لبدايه فتره الانتقالات وهو يكون لسه ما استقرش على الاسماء اللي هيتعاقد معاها. انت طبيعي في اي مكان في العالم، وده ناس كتير الموضوع ده كتب بحثا، موضوع السكاوتنج، ان انا مفروض من بدري عندي فريق عمل بيشتغل على المراكز اللي انا محتاجها، وبيكون قبل بدايه فتره الانتقالات مرشح لي اللعيبه اللي انا محتاجها. ده حقيقي. بالترتيب، لو اللعيب رقم 1 اللي انا عايزه مش متاح، في رقم 2، في رقم 3، في رقم 4، في رقم 5، بفضل اتفاوض مع اللعيبه دي كلها. واللعيب اللي انا خلاص بتوفق معاه ما كانش الاول يبقى الثاني يبقى الثالث، وبالتالي بنهي التعاقد معاه بدري عشان اقدر ان انا اعالج المشاكل اللي عندي. وده بالمناسبه اللي حاصل في الاهلي واللي حاصل في الزمالك، ان انت دايما بيتقال ان ده في سكاوتنج، ده في لجنه كوره، ده في ناس بتخطط ولجان بتشتغل. انا مش شايف الشغل ده على ارض الواقع.
اللي بيتدخل امتى؟ بتتدخل الاداره تحت الضغوط دايما، رجال الاعمال دايما بيتدخلوا، وبالتالي بيبداوا يشتغلوا ويفوقوا متاخر. طبعا الاهلي معلي ليفل الصفقات، معلي ليفل جامد، مختلف تماما، معلي جامد، لان هو الاهلي بيستعد لكاس العالم للانديه، مش باصص للدوري والبطولات الافريقيه قد ما هو باصص ان هو عايز يعلي ليفل المحترفين بتوعه عشان كاس العالم للانديه. وده اللي بان في الصفقات بتاعته، بالتعاقد مع بن شرقي، بالتعاقد مع تريزيجيه، بالتعاقد مع جراديشار، بالتعاقد مع احمد رضا في نص الملعب، بالتعاقد مع مصطفى العش. اللعيبه المحليين كمان بيعمقوا التشكيله بتاعته. انت عندك في صفقه غير مفعله لغايه دلوقتي، بتاعت اشرف داري. وحمدي حمدي فتحي كده في كاس العالم، لكن اشرف داري اصاباته لغايه دلوقتي مش ممكنه الاهلي انه يستفاد من الصفقه دي. لكن انا بيتهيألي لو استقر اشرف داري وتواجد بشكل كبير في الملعب والاصابات دي قلت، هيعمل اضافه غير عاديه لخط الدفاع كمان في الاهلي. واحنا على فكره انت مصطفى العش جاي اعاره، مش جاي لك نهائي. اعتقد ان في بند تفعيل شر، بس لسه اعاره. انا مش عارف بقى هل هيتم الصفقه ديت ولا سايبينها لغايه لما لغايه لما داري يرجع ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا، اعتقادي الشخصي ان هو مع الظروف الحاليه، وان هو دخل بدري مع الفريق والراجل بيعتمد عليه بشكل اساسي، وكولر اصلا مش من النوعيه اللي بتثق في اي حد بسهوله. وكمان لعيب بيلعب برجله الشمال، انت دايما مطلوب في الملعب وفي كل الخطوط يبقى في توازن، يبقى في لعيب بيلعب برجله اليمين ولاعيب بيلعب برجله الشمال. انا كمدرب دايما احب دي تكون موجوده في كل الخطوط اللي عندي في الملعب، سواء في الدفاع دايما يبقى في لعيب بيلعب يمين، لعيب بيلعب برجله الشمال، في خط النص نفس الكلام، في خط الهجوم نفس الكلام، التنوع بتاع الجناحين بتوعك. فبالتالي انا شايف لا، ان فرصه كبيره ان هو يفضل في النادي، يعني مش هيفعل الشراء بتاعه. طيب ايه رايك في جراديشار وصفقه جراديشار؟ والناس كلها طايره بيها، وناس بتقول لك ده لعيب عادي جدا واقل من العادي والكلام ده كله. هو يبدو لعيب عادي. طب هو يبدو لعيب عادي ليه؟ لان هو لعيب بيلعب السهل. الناس دايما بتحب الحاجات اللي فيها اثاره، فيها لقطه، لكن لما تيجي تتكلم واقعيا وتكتيكيا لا، ده انا كمدرب ده لعيب مهم جدا عندي. ليه؟ لعيب ما بيألفش، لعيب بالبلدي بيلعب اللعب السهل، مش محتاج ان هو، وده ذكاء منه، خلي بالك ان انا لما اكون داخل وسط منظومه جديده مفيش مانع ابدا ان انا اسلم واستلم، تحركاته كويسه جدا. طيب وهو اساسا متاسس كويس قوي، لعيب جاي من اوروبا، لعيب سنه صغير، لعيب خد فتره التاسيس كلها بتاعته فين؟ في الدوريات الاوروبيه، وده بيفرق جدا وبيسهل عليه اللعب في وسط خصوصا دوري زي الدوري المصري. مش بنقلل منه، لكن التاسيس بتاع لعيبه الدوري المصري اقل بكتير من التاسيس في اوروبا. فهو اما بيجي هنا يشتغل في المنظومه دي، لا هيلاقي حاجات سهله. طيب والثقه اللي خدها كمان مع البدايه الكويسه هتدعم ده اكتر واكتر. انا عايز اقول لك ان هو فعلا احسن حاجه مميزاه اللعب السهل، وده كتير ما بيعملوش بالظبط، بما فيهم امام عاشور لو لعب السهله والله هيوصل لحته تانية قوي. امام عاشور لازم بيحب ياخد اللقطه، ودي ملاحظه من اول ما جه، دلوقتي بدا يظبط شويه، بس ملاحظه من اول ما جه يا شورى ان هو لازم يحب ياخد اللقطه، الكره على الطاير يعملها من اول حاجه مختلفه. لازم يعمل حاجه مختلفه. انا دايما كنت بقول ان هو لو قال 1 2 وبعدين خد الخطوه اللي هو هيعملها هيبقى احسن لعيب في الدنيا. طيب نرجع لنقطه مهمه كولر اتكلم فيها بمناسبه تكمله لكلامك، وده كلام صح جدا. هو حاليا محجم امام عاشور، بمعنى ان هو موظفه اصلا في مناطق ما فيهاش ما فيهاش فتي بقى. انا بتلاقي نفسك قدام الجون، فاللي هو بقى انت مش في نص الملعب مثلا عايز تاخد واحده كده واحده كده. طيب والحاجه الثانيه، كان كولر في تصريحات ليه قريبه مع شبكه المانيه تقريبا، شبكه المانيه دي في جمله كده قالها ناس كتير ما خدتش بالها منها، ايه هي؟ ان اللعيب في مصر هنا بيلعب لنفسه، ما بيلعبش للنادي. فحته اللقطه، وفي لعيبه كتير دايما بتركز على دي، انه دايما بيحاول يخدم على نفسه الاول. لكن في حين ان اللعيب لو هو اشتغل لصالح الفرقه هيلاقي ان مستواه اصلا بيعلى لوحده من غير ما هو يفكر جدا. ده اللي بيعمله بقى جراديشار بالظبط، لان هو اتربى كده، هو اتاسس كده. ده اللي بيعمله جراديشار بالظبط. وسام ابو علي نفس الكلام. بالنسبه لصفقات النادي الزمالك انا سمعت جايبين احمد حسام مدافع، تمام، وجايبين حد اسمه الضحاك تقريبا. لا ده لسه مش اكيد. في محمود جهاد طبعا، محمود جهاد برضه جايبينه. في لسه بقى صفقات الايام اللي جايه بعد تدخل رجال الاعمال واللجنه اللي اتعملت، سواء ميدو سواء مدحت العدل. والمجموعه اللي هي دخلت اضطراريا، لان الاداره بصراحه انا شايف بتدير الملف ده بشكل كارثي جدا، يعني سواء تجديد للعيبه، سواء انتقالات، سواء مستحقات لعيبه مش واخداها. الاداره حتى الان ما ادتش حاجه او ما عملتش حاجه، ما قدمتش الاضافه من ساعه ما دخلت. طيب موضوع ان الزمالك عايز ايه
يسرق صفقه كده زي ما الاهلي سرق بن شرقي كده، وصفقه بن شرقي سمعت ان هو بيتكلموا ان هم عايزين رمضان صبحي وعايزين القندوسي، كلموهم بالفعل تقريبا، والله تكهنات. انا ما اقدرش اجزم ان هم كلموا رمضان صبحي. ممكن يكون من وقت للتاني كان في قعدات وديه بياخدوا رايه. لكن انا شايف ان رمضان مكمل مع بيراميدز ومش هيمشي من بيراميدز، ويوم ما هيمشي من بيراميدز ده هيكون اخر حل ليه، مش تقليل ابدا من نادي الزمالك. بس قصدي ان هو هيكون الحل الاخير ليه ان هو يروح الزمالك، يتنقل لخطوه مختلفه، لان طبعا باب الاهلي يعتبر مقفول. ده حقيقي. احنا عندنا بنتعامل برضو مع المواضيع دي بشكل اجريسيف شويه، انا بالنسبه لي انا بنحبك الموضوع قوي يعني، مع اني شايف ان ده عادي يعني، احتراف وبره بيحصل الكلام ده، لعيب بيسيب الفرقه وبتبقى الفرقه محتاجاه وبيرجع تاني. وواحد من العناصر اللي معتمد عليها اداره الاهلي وعايزه تعمله كادر وبعد كده يبقى رئيس مجلس اداره حسام غالي. حسام غالي انا بقى عشت تفاصيل ان الاهلي في وقت من الاوقات، انا اسف في الكلمه، كان بيتحايل عليه عشان يجدد، وكان بيفضل دايما العروض بتاعت بره، وكان بيروح ويرجع بمزاجه. عماد متعب حصل فتره من الفترات نفس الكلام، بس الناس هي عندنا دايما الناس بتنسى بسرعه يعني. ده حقيقي. الزمالك وان هم عايزين شريف، انا سمعت كلام ان هو شريف قال لا انا مكمل الموسم ده في السعوديه، وان شاء الله الموسم الجاي نشوف الدنيا فيها ايه. انا حاسس ان هو هيرجع الزمالك، وانه ما عندوش اعتراض ان هو يلعب في الزمالك عادي. انا شايف ومتفق معاك ان هو ان ما كانش الزمالك هيبقى بيراميدز، والاجهز والناحيه الماديه عنده اعلى بيراميدز طبعا. ده حقيقي. فبنسبه كبيره يا اما بيراميدز يا اما الزمالك. طيب محمد شريف من نوعيه اللعيبه اللي تفضل الانديه الجماهيريه اكتر. فاعتقد برضو حتى لو العرض المادي هيكون اقل شويه هو هيفضل انه يروح الزمالك. انا وجهه نظري ان هو ممكن يروح بيراميدز، لان بيراميدز عالي الفتره اللي فاتت دي. وانت بخصوص بيراميدز، انت شايف ان بيراميدز هيعرف يكمل اول هو طبيعي ان بيراميدز يكون منافس طول الوقت على بطوله الدوري، لكن هو بيراميدز مشكلته ناس كتير اتكلمت في انه بيفتقد الناحيه الجماهيريه، انه بيفتقد حاجات عوامل مساعده اخرى. لكن انا شايف ان للاسف هو في خلل مش واضح قوي، ان في بعض اللعيبه جوه الملعب هي محسوبه ان هي اسمها لعيبه كبيره، لكن هي على المستوى الشخصيه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها الفقره العالميه الفقره اللي فاتت، ما عندهمش الشخصيه. زي مين تتوقع انا ممكن اقول مين محسوب ان هو اسم كبير وان هو موهبه كبيره؟ احمد الشناوي حارس المرمى. بالنسبه لي لعيب ما عندوش شخصيه خالص، لعيب احنا بنقول من وهو عنده 17 سنه ان هو احسن موهبه في مصر وافضل حارس في مصر. موهوب، عنده الموهبه اللي هي البيور، اللي هي بدون صناعه. هو واحد طلع كان بيلعب في الشارع زي حالاتنا كده، بيعرف يقف جون. لعيب عنده الموهبه كبيره جدا في المكان ده بيبدع فيه، لكن الشخصيه بيفتقدها جدا. وانت عشان تاخد بطوله لازم يكون عندك حارس كبير. عشان تاخد بطوله ده جمله دايما بتتقال، الفريق الكبير لازم يكون عنده حارس كبير. انا اعتقد ان من ضمن المشاكل الكبيره اللي عند بيراميدز هي الجزئيه دي، ان بعض اللعيبه جوه الملعب يفتقدوا للشخصيه بتاعه البطوله. محسوبين ان هم اسامي كبيره لكن عندهم الشخصيه؟ لا، ما عندهمش الشخصيه. وعلى راسهم حاجه كارثيه، ده مركز ما فيهوش تعويض يعني. انت حارس المرمى الخطا بتاعه دايما معروف ان هو ما فيهوش تعويض ليه. مش عارف، بس انا شايف ده اللي ينقصه يعني. انا شايف الشناوي حد قوي جدا. دي وجهة نظرك طبعا. لا طبعا. يعني هي انا شايفه صراحة حد قوي جدا. ممكن انا معاك في حتة ان الفرقة كارثية بصراحة. عنده اخطاء كارثية، كارثية. وفي الماتشات المهمة بالذات، الماتشات اللي انت اصلا محتاج تتوج فيها المجهود بتاعك. المشكلة مش في كده، المشكلة انا فعلا انا شايف مشكلة بيراميدز الاساسية ان هو ما عندوش شعبية او جماهيرية، فاللعيبة ما عندهاش الحافز الجماهيري اللي هو بيشكل مثلا 30% من اللعبة. بس برضو حد هيرد عليك يقول لك ان لعيبه كتير من اللعيبه دي لعيبه اهلي وزمالك، فمتعودين على الجماهير وعلى ضغوط الجماهير، وعاشوا اجواء ان هم مطالبين بالمكسب كل ماتش مع سواء اهلي او زمالك، ولعبوا منتخب مصر ولاعيبه دوليه ولاعيبه محترفين. ماشي. فانا بالنسبه لي ما بعولش على دي كتير. كتير بيتكلموا فيها يعني، بس انا اعتقد اللي بيتكلم في الاعلام بالتحديد بيتكلم الكلام ده من نوع الاستهلاك ومن نوع المجامله لفرقته. انا بشوف كده. لا بس انا شايف الفكره اللي يقنع بيها. عايز اقول لك على حاجه، على حاجه. انا شايف الجماهير حافز بيوصل ل 30% من اللعب. مفيش جدال على فكره. يعني انا زي ما كانش يزيد عن ده 30%، ان انا عندي حافز ان الجمهور بيشجعني وانا عايز ابسط الجمهور وعايز افرح وعندي جماهيريه وبنزل بتشاف في الشارع ده كله حافز كبير جدا 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 ان اللعيب يستقتل في الملعب. هو ده هيرجعنا لايه؟ مش هنختلف احنا على فكره. اتكلمنا في نقطتين مختلفين هيوصلونا
لنقطه ملتقى هي الشخصيه. الشخصيه بمعنى ايه؟ انا بقول لك اللعيب اللي في بيراميدز ده لعب اهلي وزمالك ولعب ماتشات دوليه كتير ولعب مع المنتخب، فالطبيعي ان هو اتعود على الاجواء دي. ايوه. انا بابسط مثل وانا قاعد معاك اهو، احنا بنقول حتى للاولاد بتوعنا انت اوقات ممكن تعكس الموضوع ده بشكل مختلف عليك، اللي هو ايه؟ ان انا الجماهير دي دايما اتخيل ان هي بتشجعني انا، يعني انا حتى لو انا بيراميدز بس الاهلي بيلاعبني وجماهير الاهلي وجماهير الزمالك، ما انا اتخيل ان الناس دي معايا، هو انا ليه اتخيل ان اللعيبه دي ضدي؟ على فكره ده في علم النفس موجود، وفي مدربين وبيشتغلوا على الجزئيه دي كتير. يعني انا معلش مش هنطول عشان برضو وقت الحلقه، بس بذكر مثل ده فايده للجميع. كان في مباراه ملاكمه في الدوره الاولمبيه، كان اللعيب المصري بتاعنا محمد علي تقريبا حاجه زي كده، كان خد ميداليه من الميداليات، كان بيلاعب لعيب بتاع اليونان على ارضه وسط جمهوره، الصاله كلها متقفله كلها بتهتف بشكل مرعب جدا. اللعيب المصري بتاعنا دخل كان خايف، كان مرعوب من حاجه زي كده. المدرب بتاعه قال له جمله واحده، قال له اعتبر الناس دي كلها بتشجعك انت فاهم اللي هم بيقولوا اصلا؟ هم كلهم اجانب. قال له لا، قال له يبقى الناس دي كلها بتهتف لك انت. نزل عايز اقول لك اللعيب انسحب قدامه بالضربه القاضيه يعني فانت شفت التاثير النفسي. اكيد طبعا يعني اللعيبه دي على مستوى عالي في تاثير نفسي مهم جدا يعني. طيب اخر حاجه خالص، صفقه تعمري وانت شايف المبلغ اللي كان عرضه الاهلي 6 مليون يورو، رقم تقريبا من اضخم الارقام اللي كانت ممكن يجيب فيها لعيب في الدوري المصري كلها. ايوه. انت شايف الرقم ده الراجل ده يستاهله ولا لا؟ هو من ناحيه هو يستاهل لان هو ثمنه او القيمه السوقيه بتاعته هناك في الدوريات الاوروبيه ده الطبيعي بتاعها، لكن انت عندك ده اللي هيرجعنا لموضوع خلال السكاوتنج، ان انت اصلا طبيعي جدا انك بتدور على لعيبه في ليفل اقل من الليفل ده هناك، لكن هو عندك هيبقى حاجه مختلفه. ده هيبقى حاجه. ليه انا ما بدورش في دوري الدرجه الثانيه في فرنسا، ما بدورش في دوري الدرجه الثانيه في رومانيا، اسبانيا، في الدرجه الثانيه في اسبانيا، سوري رومانيا هنقول في الليفل بتاع الدوري الممتاز عشان المستويات برده مش احسن حاجه. ما بدورش في اسكتلندا ليه؟ ما بدورش في فرنسا حتى زي ما بنقول في الدرجه الثانيه، في الدرجه الثانيه في المانيا هلاقي لعيبه جامده جدا. انا يا جماعه طب انا هنصحكم يعني عشان معلش انا غلبان قاعد في يعني ماليش شغل معاكم، بس انت ممكن لو قعدت وانت بتقلب كده هتجيب موقع من المواقع، هتجيب ترتيب الدوري مثلا الهولندي، هتفتح هتقول مين الهدافين مثلا رقم 1 كذا كذا. انا بقول لك ده بالشكل البسيط، انا ما رحتش ولا تابعت، بس انا عرفت ان اللعيب ده ارقامه كويسه، يبقى انا هروح اشوف اسم اللعيب ده، هبدا اركز معاه، هبدا اشوف ارقامه، وبالتالي هجيب لعيب بسعر قليل وفي نفس الوقت اقدر استثمر فيه بعد كده واكسب فيه، مش انا اللي اخسر فيه بقى وادفع مبالغ اصلا انا ما اقدرش عليها. وبكده نكون هنا الفقره المحليه يا كابتن شورى، وانا اتشرفت انت كنت معايا النهارده وكنت وحشني جدا وما شفتكش بقالي كتير. والله يعني انا اللي اتشرفت اكتر، وبرضه بكرر تاني انا اتشرفت بكل فريق العمل ومبسوط جدا 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 الله يخليك يا باشا بالحلقه يعني، واتمنى ان اكون ضيف خفيف على الناس اللي يا باشا. ده انت اخف ضيف عندنا يا باشا، ربنا يكرمك. الله يخليك. وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا مع الكابتن شورى، واتكلمنا في الفانتازي والكره المحليه والكره العالميه. ولو انت متابعنا اعمل لنا لايك شير فولو سبسكرايب.